أهلا. البودكاست اسمه ندوب. بتكلم في البودكاست عن الفلسفة وعن علم النفس وعن الأدب. في الأغلب بتكلم عن الكتب اللي مفيش حد بيتكلم عنها أو المقالات المختفية اللي مفيش حد قراها قبل كده. يلا بينا. أهلا. أنا هتكلم النهاردة عن كتاب اسمه أسباب للبقاء حيا. الكتاب ده بيتكلم اللي كاتبه عنده اكتئاب، وعمال يحكي ازاي هو تغلب عليه والأكاذيب اللي الاكتئاب بيقولها لك، وإن فكرة إن مفيش أمل دي كذبة من أكاذيب الاكتئاب. الكتاب بيتكلم عن الاكتئاب مش من وجهة نظر متخصص، بيتكلم من برج عاجي بينظر بيقولك المفروض تعمل كذا وكذا. لا، انت بتعيش في الكتاب مع تجربة مات هيج اللي كتب أسباب البقاء حيا، وازاي هو لقى طريقة ان هو يتجاوز بيها الاكتئاب ويكمل حياته بعيد عن الأكاذيب اللي الاكتئاب بيقولها له. الاكتئاب بيقول ان مفيش امل، الاكتئاب بيقول ان انت هتفضل مكتئب طول عمرك، الاكتئاب بيقول له ان مفيش فايدة. ده هنعيشه جوه الكتاب، وهنعيش ازاي ماتج عرف يطلع ويولد إجابات من جواه عشان يرد بيها على الصوت الأسود بتاع الكتاب. قبل ما نبتدي أنا حابة بس أشكر شخصين. أول حد، الحد اللي اقترح عليا الاكتئاب الاكتئاب اللي اقترح عليا الكتاب مش الاكتئاب. ولاء، الدكتورة ولاء مجاهد، أمينة المكتبة اللي بروحها. هي اقترحت عليا الكتاب ده وقالت لي إن هو هيكون مناسب ليا، وبصراحة يا زين ما اخترتي ولاء، هو مناسب جدا جدا، شكرا قوي. تاني حد أحب أشكره عمر حسين. عمر معايا في النادي، ولما كنا قاعدين بنحاول إن احنا نطلع فكرة بودكاست نتكلم فيه، أنا اقترحت الكتاب ده وهو تقبله، مع إن هو ما شاء الله الله أكبر بنمسك الخشب وبنمسك الحديد وبنمسك كل حاجة، ما عندوش تجربة مع البؤس الحمد لله. يا رب الكتاب ما يكونش أصابه بالبؤس وهو بيقراه وهو بيجهزه معايا، يعني يبقى ما نبقاش دمرنا حاجات واحنا ماشيين في سكتنا ان احنا نوصل للاكتئاب نكون أصابنا ناس تانيين بالاكتئاب. بس فأحب أشكر جدا عمر، وأحب أشكر جدا الدكتورة ولاء. بس هنبتدي بقى في الكتاب. طيب واحنا بنبتدي مبدئيا عايزه اقول لكم، واضح ان احنا كتير واحنا بنقول الكتاب والاكتئاب، انا مش عارفه ليه بستخدمهم كانهم نفس الكلمه. هتلاقوا ان انا عماله اقول لكم الطريق الوصول للكتاب، بعد كده دخلت قلت الطريق الوصول للاكتئاب. فمعلش هما الاتنين داخلين في بعض والاتنين متشابهين في النطق يعني، فهتلاقيهم داخلين في بعض يعني، بس تغاضوا عن الامر ده. الكتاب مكون من 5 فصول. البداية أصلا المقدمة بتاعة الكتاب، هو كاتب أول مقدمة خالص اسمها هذا الكتاب مستحيل، وإحنا هنخش فيها وهنقرا، هنقول أكتر الجمل اللي لفتت نظر عمر وأنا. بعد كده كاتب لك الفصول، بعد كده السقوط، بعد كده الهبوط، بعد كده الإشراق، بعد كده الحياة، بعد كده الوجود. والكفر بتاع الكتاب نفسه من ورا عمال يتكلم فيها عن أشياء استمتع بيها بعد أن اعتقد أنه لن يستمتع بأي شيء على الإطلاق. ودي الفكرة اللي بتدور حواليها فكرة الكتاب، إن الاكتئاب بيقولك كدبة، أنت مش هتتبسط تاني، الدنيا عمرها ما هتبقى كويسة تاني. كل ده من الأكاذيب اللي الاكتئاب بيقولها، ده مش حقيقي، دي أكذوبة من أكاذيب الاكتئاب. بيقول ماتهج في أول الكتاب في الحتة في الجزء بتاع هذا الكتاب مستحيل، بيقول: لقد كنت أقترب من حافة الموت أو الجنون، لم تكن لدي أي فرصة للنجاة. في ذلك الوقت كنت أشك في قدرتي على النجاة ل10 دقائق، وفكرة كوني سليما بما يكفي وواثقا بما يكفي للكتابة عن تلك التجربة هو أمر يستحيل علي تصديقه في الماضي. إحدى أهم الأعراض الرئيسية للاكتئاب هي انعدام الأمل، عدم القدرة على رؤية المستقبل. يبدو لك النفق مظلما ومغلقا من الجهتين، وأنت محاصر بداخله. لو عرفت حينها ما سيحدث في المستقبل، لو عرفت أن نهاية النفق ستكون أكثر اللحظات إشراقًا في حياتي، لصمت ووصلت إليها لأرى النور. وهذا الكتاب الذي تحمله بين يديك أو اللي بتسمعه مني، هو الدليل الحي على أن الاكتئاب يكذب ويجعلك تؤمن بأشياء لا وجود لها. ولكن الاكتئاب بحد ذاته ليس كذبة.
إنه أكثر الأشياء التي جربتها حقيقةً في حياتي. دي مقدمة الكتاب. هي شارحة نفسها بنفسها وبتتكلم عن نفسها بنفسها. أنت يعني لا قدر الله أي حد بيمُر باكتئاب أو اللي إحنا بنمُر بيه في حياتنا، يعني أنا لمّا حتى أشرت لتجربتي، أنا مش متشخّصة، ما أقدرش أقول إن أنا حد مكتئب. أنا باساهم كده في إن أنا أستخدم الجملة بشكل خاطئ أو أستخدم كلمة الاكتئاب بشكل خاطئ، إن أنا باقلل فيها من الناس اللي عندهم اكتئاب فعلًا. يوم وِحِش قضيته في الشغل، باحاول إن أنا أقول أنا حسيت ببؤس. يوم قضيته وِحِش في النادي، في حياتي، باحاول إن أنا أقول أنا حاسة ببؤس مش أنا حاسة باكتئاب. أسيب كلمة اكتئاب للناس المكتئبين فعلًا، اللي متشخصين، اللي بيخضعوا لعلاج دوائي أو علاج كلامي أو أيًا كان. بدل ما نفضل نستمرأ كلمة الاكتئاب ونستخدمها كل يوم، أنا أو ده رأيي الشخصي يعني. وهو قدّام في الكتاب كمان هيتكلّم عن فكرة إن الكلام اللي إحنا بنقوله للمكتئبين، هيبان لمّا إحنا نتكلّم فيها. دي كان مجرّد بس زي مقدمة بس، فبيتكلّم فيها عن الكتاب. وكان بيقول كمان إن بالنسبة لمن حولك يبدو الاكتئاب وكأنه مجرّد وَهْم. يعني أي حد، لو حد بيسمعني عنده اكتئاب، لمّا أنت بتروح تقول أنا عندي اكتئاب، الناس اللي حواليك ما بيفهموش من كتر ما إحنا سَأنا استخدام الكلمة كمان، وبقينا نستخدمها بناس عادية ما عندهاش اكتئاب تستخدمه في يومها بشكل كإنها لبانة. أنا مكتئب النهارده، أنا حزين النهارده. سيبوا كلمة الاكتئاب للي عنده اكتئاب فعلًا. ممكن نستخدم مرادفات كتير نوصف بيها الشعور الحزن اللي جوانا، اللي هو مش هين، مش باستهون بيه، بس ما ينفعش أفضل أسيء استخدام الكلمة عشان بجد المكتئب بعد كده لو نقدر نسميها كلمة تانية بعد ما إحنا خلاص شوّهنا كلمة الاكتئاب وبنستخدمها في كل يوم، لو ينفع ده يعني يبقى شيء أفضل يعني. بعد كده مات هيج بيقول في نفس المقدمة بتاعة الكتاب: كتبت هذا الكتاب لأن أقدم الكليشيهات التي ما زال أصدقها. الوقت يشفي الجروح، والضوء ينتظر العابرين في آخر النفق، حتى لو لم تتمكن من رؤيته الآن. والكلمات أحيانا بإمكانها أن تهبك الحرية. يعني مش عارفة أقول إيه. هو في الكتاب هيقعد فعلا يتكلم كلمة لما أنا أقول لك إيه الوقت يشفي الجروح، يعني أنا أقول لحد كده مكتئب، وإحنا في الكتاب هنعيش مع اكتئاب وهنعيش معاه. لما كان بيجي حد يقول له الوقت يشفي الجروح، أو يجي يقول له هتعدي، زي الأغنية بتاعت الأغنية المشهورة بتاعت تامر عاشور، الأغنية تقريبا المشرقة الوحيدة اللي هو غناها في حياته يعني، بتاعت هتعدي. آآ ما حدش بيصدّق ده وهو في عِز الاكتئاب، أو هو في عِز البؤس بقى اللي هو تحت يعني أحسن شوية من الاكتئاب ولا زال له احترامه يعني. ما حدش بيصدّق إن هي هتعدّي وإن هي هتمُر وإن الوقت هيدفن الجروح. ده بيفكّرني بقصيدة كان أولها بيقول: لا تبكي يعني حد كان بيغني لابنه بيقول له: لا تبكي فأحزان الصِغَر تمضي كالحلم مع الفجر. هو صحيح باقيها يعني مش لازم نقوله، أنتم ممكن تدوّروا عليه. بس يعني أيًا كان، الفكرة فعلًا إن إحنا في الصِغَر عمومًا دلوقتي في أيًا كان الحقبة اللي إحنا فيها في عمرنا يعني، في حاجات كتير أنا ما كنتش متخيلة عمري إني ممكن أنساها أو أنسى تفاصيلها، مواقف محرجة، حاجات حزينة، بس كل ده بيمُر. صدّقني كل ده بيمُر. وعشان أكون صريحة، هو بيمُر ممكن يسيب رواسب أو ممكن يمُر و ويتنسي على حسب، بس الأكيد إن هو هيمُر. بعد كده في الكتاب بيتكلم عن ملاحظة قبل أن نبدأ. بيقول إن تجاربنا تتقاطع مع تجارب غيرنا من البشر، ولكنها ليست التجارب بذاتها تماما. قلق، اضطراب، هلع، وسواس قهري تعتبر مسميات مفيدة إن وضعنا في اعتبارنا أن البشر لا يتشاركون التجارب النفسية ذاتها بشكل كامل. يعني مش معنى مثلا إن فلان عنده اكتئاب وصديقه عنده اكتئاب إن هما الاتنين هيحسوا الاكتئاب بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. وهو هيتكلم كده، هيقول إن الاكتئاب يبدو مختلفا مع كل حالة. الألم يصلنا بطرق مختلفة وبدرجات مختلفة، ويستفز ردود أفعال مختلفة. وإن كانت الكتب قد قامت بنسخ تجاربنا في العالم للاستفادة منها، فإن الكتب الوحيدة التي تستحق القراءة ستكون تلك التي كتبناها بأنفسنا. لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للشعور بالاكتئاب.
أو للتعرض لنوبات الهلع أو للشعور بالرغبة في الانتحار. البؤس مثل اليوجا ليس رياضة تنافسية، ولكني اكتشفت خلال السنوات أن القراءة عن تجارب الآخرين الذين عانوا وتجاوزوا اليأس جعلتني أشعر بالاطمئنان. لقد منحتني كتاباتهم الأمل، وأتمنى أن يقوم هذا الكتاب بالشيء ذاته. هو الكتاب طبعا كان يعني هو فعلا عمل معايا الشيء ذاته بصراحة، حتى لو اللي أنا اللي كنت بمر بيه لا يرقى لمستوى الاكتئاب. بس فكرة إن أنت تقرا هو كان حاسس بإيه وهو عمال هيوصف، هنتكلم في الكتاب هو عمال يوصف عن إيه. بس بجد إن أنت تقرا حد ومر إزاي وبيحكي بمنتهى الصدق وهو عاش إيه، دي حاجة في غاية الجمال. بعد كده بيتكلم بيقول إن أغرب ما في عقل الإنسان هو أنه قد يجعلك تتعرض لأقصى التجارب دون أن يلحظ ذلك أحد. أنت ممكن تكون في موقف وتكون أنت حرفيا بتغرق أو هتقوم جواك مشاعر في غاية السواد، ومفيش حد من اللي حواليك فاهم إيه اللي بيحصل خالص ولا أي حاجة. بيقول: أتذكر أنني كنت مذهولا من بقائي على قيد الحياة. أعلم أن هذا يبدو وصفا دراميا، ولكن الاكتئاب والذعر لا يمنحانك سوى الأفكار الدرامية للعب بها. على أي حال، أردت أن أموت. لا، هذا ليس صحيحا. لم أرد الموت، أردت فقط ألا أستمر بالحياة. لطالما أخافني الموت، والموت لا يحدث إلا لأولئك الذين عاشوا، وهنالك عدد لا نهائي من البشر الذين لم يولدوا من الأساس. أردت أن أكون أحد هؤلاء البشر. الأمنية التقليدية القديمة: انعدام الوجود. من تجاربي مع الناس اللي أنا أعرفهم اللي عندهم اكتئاب، فكرة الموت نفسها مش الحل بالنسبة لكل الناس. إحنا متفقين دلوقتي على حسب كلام منهج كان بيقول إن مفيش طريقة معينة صح إن أنت تحس بيها بالاكتئاب وطريقة تانية غلط، أو طريقة مثالية زي ما بنسمي في العلوم مثلا البروتوتايب أو الستاندرد أو الطريقة المثلى للشعور بالاكتئاب. هو في الكتاب رأيه إن هو مش كده، وأنا بتفق معاه في النقطة دي فعلا. مفيش هي الطريقة المثالية للشعور بالاكتئاب وطريقة معينة وغيرها مش شعور بالاكتئاب. الاكتئاب تجربة فردية للغاية، كل واحد بيحسها بطريقته. البؤس نفسه، الأحزان، المشاعر كلها، مفيش حاجة أقدر أقول إن هي البروتوتايب المفروض تكون كذا وما عداها خاطئ. مفيش كده. بعد كده في الكتاب هيتكلم عن تجربة إن هو كان في منظر جميل جدا، منظر طبيعي في غاية الجمال، وهو كان عمال يفكر، عمال يشوف السحلية اللي جنبه يتأمل فيها، وعمال يتأمل في المنظر والجبل اللي هو فوقه، وعمال يفكر بيقول إيه. عمال استدعى الكتاب اللي هو بتاع فوكو، اللي هو بتاع تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي. فبيقول برأي فوكو: يجب السماح للجنون أن يكون جنونا، والمجتمعات القمعية هي التي تطلق صفة المرض على كل المختلفين فيها. ولكن الاكتئاب الذي أعاني منه كان مرضا، ليس مجرد فكرة مجنونة. لم يكن الأمر شبيها بقراءة بورخس أو الاستماع إلى كابتن بيفهارت أو تناول الحشيش أو الهذيان. إنه الألم. لقد كنت بخير في السابق، والآن تغير كل شيء. لقد كنت مريضا. لم يكن مهما بالنسبة لي إن كان ذلك خطأ المجتمع أو العلم. لم أستطع تحمل الألم لثانية إضافية. كان علي إيقاف كل هذا. لا تتردد، قلت لنفسي، أو أظن أنني قلت لنفسي: لا تتردد. وصلت إلى حافة المنحدر، وكنت أستطيع إيقاف الألم بخطوة إضافية. قد كان الأمر سهلا جدا في تلك اللحظة. خطوة واحدة، أو ألم البقاء حي. استمع إلي. إن كنت تعتقد أن المكتئب يريد أن يصبح صحيحا فإنك على خطأ. المكتئب لا يملك الرفاهية الكافية للتفكير في السعادة. إنه يريد التخلص من الألم فحسب. يريد الهرب من عقل يحترق، تلتهب فيه الأفكار ويتصاعد فيه الدخان كمحرقة للممتلكات القديمة. يريد المكتئب أن يكون عاديا أو أقل من عادي، أن يكون فارغا. والطريقة الوحيدة التي وجدتها للوصول إلى حالة الفراغ هي أن أتوقف عن الحياة. 1+1=0. ولكن الأمر لم يكن سهلا. الغريب في أمر الاكتئاب أنه برغم تزايد الأفكار الانتحارية في عقلك، إلا أن خوفك من الموت يظل كما هو. الفرق الوحيد هو أن ألم الحياة تضاعف بشكل سريع. لذلك
عندما تسمع أحدهم يتحدث عن قتل نفسه، من المهم أن تعرف أنه يخاف من الموت كما يخاف منه أي أحد. لم يكن هذا قرارا أخلاقيا قام باتخاذه. وقفت على حافة المنحدر لبعض الوقت، أستجمع عزيمتي لأموت ثم أستجمع عزيمتي لأعيش. أنا أكون أو لا أكون. هناك كان الموت قريبا جدا. قدر ضئيل من الخوف كان يلزم ليتحرك الميزان. قد يكون هنالك كون آخر تمكنت فيه من القفز، ولكنه ليس هذا الكون. كان لدي أم وأب وأخت وحبيبة، 4 أشخاص أحبوني. تمنيت كالمجنون أن لا يكون لي أحد في تلك اللحظة. كان الحب سجاني، ولم يكن أحد يعرف حقيقة ما أشعر به وما يحدث في رأسي. ربما لو كانوا في رأسي ل10 دقائق لتمكنوا من فهم الأمر. أوه حسنا، نعم يجب أن تقفز. اركض واقفز. اغلق عينيك وافعلها. لو كنت تحترق فبإمكاني أن ألقي بالحاف عليك، ولكن اللهب خفي، لا يمكننا فعل شيء. لذلك اقفز أو أعطني مسدس وسأقتلك بطريقة رحيمة. ولكني كنت خائفا. ماذا لو لم أمت؟ ماذا لو أصبحت مشلولا وعالقا دون حركة للأبد؟ أعتقد أن الحياة تهبنا دائما أسبابا للاستمرار فيها، فقط إن أصغينا بما يكفي. قد تأتي تلك الأسباب من الماضي، من الأشخاص الذين قاموا بتربيتنا، أو ربما من الأصدقاء أو العشاق، أو ربما من المستقبل. الاحتمالات التي قد تقرع أبوابها. وهكذا قررت الاستمرار في الحياة. التفت نحو الفيلا، وانتهى بي الأمر وأنا أتقيأ من شدة التوتر. الجزء ده وأنا بقراه من كتر ما هو حي قوي وحقيقي قوي، مليان تفاصيل قوي ونابض بالحقيقة قوي. أنا فعلا متوترة وأنا بتكلم عنه، ومع إن مش عارفة، مع إن ده كلام مكتوب، بس لأ، دي تجربة شخص حقيقية. ده حد فعلا كان رايح موت نفسه. صحيح إن هي سعيدة وما انتحرش وعاش وكتب الكتاب ده، بس مجرد الأفكار دي فعلا فعلا أنت مش متخيل ممكن يكون جوه حد مكتئب يكون بيفكر ازاي، او حد بائس حتى. مش عشان انت شخص في غاية الكمال والجمال الممكنين للبشر وما مرتش بتجربة زي دي، ما تتخيلش ان اللي قدامك الدنيا بالنسبة له سهلة. هخش في اكتر جزء في الكتاب في غاية الجمال بالنسبة لي. هو الكتاب كله جميل جدا يعني، بس الجزء ده جميل بزيادة. بيقولك أشياء يقولها الناس للمكتئبين ولا يقولونها لمن تتعرض حياتهم للخطر. اعرف أنك مصاب بمرض السل، ولكنك أفضل من غيرك. على الأقل ما زلت على قيد الحياة. أوه الزهايمر إني أصاب به كل الوقت. دي اللي هي نفس فكرة اللي هو أنا مكتئب، لو أنا متضايق أنا عادي. أنت مكتئب أنا على طول عندك زهايمر يعني. هو بيماثل ما بين الأمراض العضوية أو الأمراض اللي المجتمع معترف بيها، وما بين الأمراض اللي المجتمع مش معترف بيها اللي هي الأمراض النفسية. فهو مستخدم أمثلة من الأمراض العضوية وبيتكلم عنها. الاتنين مثبتين علميا، والاتنين موجودين، والاتنين وراهم مليون إثبات إن هما موجودين، بس المجتمع بيحب إن هو يكون أعور، بيحب يحط إيده على عينه كده ويقول لأ ده مش مرض. لأ، إن حسنا نعم نعم لقد تعطلت مظلتك وأنت علق في الهواء، ولكن عليك أن تتفائل. لماذا تعتقد أنك مصاب بمرض سرطان المعدة؟ أنت ليه فاكر إن أنت مكتئب؟ لا لا بيتهيألك يا عم، لا طبعا. ماذا التهاب السحايا؟ لا عليك، لا تشغل بالك أبدا بذلك. يعني دي أكتر حتة في الكتاب فعلا كانت جميلة أوي بالنسبة لي. كل كتاب جميل، الكتاب كله جميل، وخلصته في وقت قصير جدا لما قريته لأول مرة. بس فعلا الجزء ده كان جميل قوي. احنا ليه بنتعامل مع الأمراض النفسية كأنها مش موجودة؟ ليه بنقول له روح صلي؟ ليه بنقول له يعني لو واحد قدامك عنده سكر وفي غيبوبة سكر هتروح تقول له صلي عشان تخف؟ لا، عشان هو عيان. انما انت مش معترف ان المرض النفسي ده مرض، انت شايفه ان هو بيهبل، انت مش مصدقه، بس ده مرض. وعدم معرفتك وقصور معرفتك عن إدراك إن ده مرض ما ينفيش وجوده. دي مشكلة عندك أنت. ما تجيش تقول لحد بيعاني وتيجي تقول له لأ، أنت المفروض تتفائل، أنت مش شايف اللي بيحصل. إحنا بنفضل نقول كده للناس. إحنا كلنا متهمين ومدانين في النقطة دي. كلنا بنفضل نقول ما فيش حاجة،
أنت بيتهيأ لك اكتئاب إيه وهبل إيه، لأ مش عارف تقوم الصبح بقى لك 6 أسابيع، لا، 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 لأ، ولا حاجة. بيتهيأ لك خلّيك نشيط شوية. كلنا بنخش الدايرة دي، وذنب الناس دي سواء هم ما اتعالجوش أو سواء إن هم عملوا حاجة في نفسهم في رقبتنا، في رقبتنا إحنا، مش في رقبة حد تاني. حتة تانية من الكتاب بيقول: كنت في تلك الفترة بأمس الحاجة لشفاء عقلي، ولكني لم أرغب في التدخل لتغيير حالته، ليس لأنني لم أرد الشفاء، بل لأنني لم أعتقد أنه ممكن من الأساس. يمكن دي جميلة برضو جدا، إن الأمراض النفسية المزمنة بنبقى فاكرين ساعات إن هي مش هتخف خالص أو إن هي ملهاش حل خالص. الاكتئاب ساعات بيبقى مزمن، وبيبقى بيوحي للواحد إن هو مفيش مفر ومفيش مناص ومفيش أي مخرج منه. أنت مكتئب هتفضل مكتئب على طول، ودي من الأكاذيب اللي بيقولها لك الاكتئاب. في جزء تاني من الكتاب بيقول: الرغبة في أن أغادر ذاتي لبعض الوقت، أسبوع، يوم، ساعة، ثانية واحدة فقط. في ذلك الوقت كانت هذه الأعراض غريبة جدا علي، فظننت أنني الشخص الوحيد في تاريخ العالم الذي تعرض لها. كان ذلك قبل وجود ويكيبيديا. وحقيقة الأمر أن هنالك ملايين من البشر من يمرون بتجربة مشابهة لتجربتي. كنت أحيانا أتخيل عقلي وكأنه آلة مظلمة وعملاقة، كتلك التي نجدها في الروايات الخيالية المصورة، مليئة بالأنابيب والدواسات والرافعات الهيدروليكية التي ترمي الشرر، البخار والضجيج. القلق مع الاكتئاب يشبه كثيرا تعاطي الكوكايين مع الكحول، تنتقل بك التجربة سريعا إلى نهايتها. إذا كنت تعاني من الاكتئاب فقط، فإن دماغك سيغرق في مستنقع وسيفقد نشاطه وقدرته مع الحركة. ولكن إن حضر القلق مع الاكتئاب، فإن المستنقع سيظل مستنقعا، ولكن بداخله دوامة كبرى. الوحوش القابعة في الماء والطين ستستمر بالحركة كتماسيح مسرعة، وأنت حذر طوال الوقت. تقاتل كي لا تغرق، وتقاتل كي تتنفس بعض الهواء مثل من تراهم حولك على الضفة. لن تستطيع أن تحصل على ثانية واحدة، لن تحصل على ثانية واحدة دون خوف. أنا لا أبالغ، سوف تتوسل للحظة، لثانية واحدة فقط تعيشها دون أن تشعر بالرعب. ولكن هذه اللحظة لا تأتي أبدا. في جملة كمان جميلة في الكتاب بيقول: عندما تشعر بأنك في أسوأ حالاتك، تعتقد مخطئا أن لا أحد في العالم قد شعر بإحساس سيء مثلك. ده مش حقيقي، ده مش حقيقي خالص. وهو نفسه بيقول ده مش حقيقي. بيقول كمان في جملة كمان، ودي من ضمن الجمل اللي كانت عاجبة عمر، بتقول: الاكتئاب ليس عارا بل تجربة إنسانية، لا ذنب لك فيها، إنها شيء يحدث لك، وبإمكانك أن تخفف من ألمها إذا تحدثت مع أحدهم. دي حاجة مهمة جدا. في نقطة ما بيساعد إن أنت تتكلم مع حد أنت بتثق فيه، حتى لو مش قادر تاخد خطوة إن أنت تروح لحد متخصص، على الأقل اتكلم مع حد أنت بتثق فيه، صديق، إخوات، حد أنت بتثق فيه. بتفرق مع المكتئب. ممكن ما مش شرط تعمل اللي هي إيه يعني خلاص تحل الدنيا، بس بتعمل فرق. في بقى اقتباس مذهل بيقول: عندما ينتهي الإعصار لن تستطيع تذكر الطريقة التي نجوت بها. لن تكون متأكدا إن كان الإعصار قد انتهى فعلا أم لا، ولكنك ستكون متأكدا من أمر واحد: عندما تخرج سالما من الإعصار ستكون إنسانا مختلف تماما. هذه هي فكرة الإعصار. ده اقتباس من كافكا على الشاطئ، جايبه مات هيك في الكتاب. في بقى جملة بائسة، والغريبة إن مختارها عمر برضو: لماذا إذا نضيع وقتنا في الحب؟ مهما بلغت درجة حبنا لشخص ما، فإننا لن نستطيع تخليصه من الألم. هو بيرد عليه بقى، بيرد على عمر برضو، بيقول: دعني أخبرك بأمر قد يبدو غبيا ومكررا، ولكنه أمر أؤمن به. الحب أنقذني، أندريا، لقد أنقذتني. حبها لي، حبي لها ليس لمرة واحدة فقط، بل بشكل متكرر، مرة بعد أخرى. كانت علاقتنا في سنتها الخامسة عندما أصبت بالمرض. وماذا كسبت أندريا في تلك السنوات الخمس؟ شعور مستمر بالتهديد المالي؟ ولا حاجة. فهو هنا بيتكلم إن اللي أنقذته أندريا، شريكته،
وساعات اللي بينقذك مش شرط يكون الشريك العاطفي، ساعات بيكون الأصدقاء، على رأي ليلى علوي الصديق. أي يعني اللي ممكن ينقذك كتير، مش شرط إن أنت لو ما عندكش شريك خلاص أنت كده بتغرق، لأ، اللي ممكن ينقذك كتار، بس الفكرة أنت تقول إن أنت محتاج الإنقاذ، وتقول إن أنت محتاج حد، بس تقول ده للشخص الصح. إحنا كده خلصنا أول جزء من الكتاب، نصه تقريبا. هو كتاب لذيذ وجميل جدا وعملي وحقيقي وجميل ووصفه جميل جدا. لو حابين نعمل جزء تاني، آم، يعني يبعتولنا في الإيميل أو في الكومنت أو في على صفحة الفيسبوك، نعمل الجزء التاني من الكتاب، تبقى حاجة لطيفة. بس كده، ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك واعملوا شير للحلقة، واكتبوا لنا الكومنت زي ما قلنا لو عجبكم الكتاب نعمل جزء تاني. سلام.